اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. مرحبا بكم إخواني المؤمنين والمؤمنات في فقرة جديدة زادك في دقائق. أهلا وسهلا بكم أعزائي إلى الحلقة الثامنة من حلقات أسباب المشاكل الزوجية وسبل علاجها. وصلنا معكم إلى آثار الخلافات الزوجية. نقول للخلافات الزوجية آثار سلبية جدا على الأسرة، قد تكون أحيانا خطيرة ومدمرة. ومن هذه الآثار أولا الطلاق. يعتبر الطلاق من أخطر وأكبر المشاكل الناتجة عن فشل العلاقة الزوجية، وهو من الأمور المكروهة في الشرع المقدس. ففي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش. وللطلاق مفاسد كثيرة، منها أنه يمكن أن يغدو سببا لضياع الأولاد على المستوى النفسي والمعنوي والاجتماعي، لأن الولد بحاجة دائمة إلى حنان الأم، ولا يمكن لأي امرأة أخرى أن تحل محل الأم في تربية الأطفال، وهو بحاجة أيضا لظل الأب الذي لا يمكن لأحد أن يعوضه بسهولة. هذا فضلا عن الآثار النفسية التي تطال روح الطفل جراء ما يشاهده من بعد أمه وأبيه، والشعور بعدم الطمأنينة التي ينبغي أن تبعثها في نفسه الأجواء الهادئة في الأسرة المستقرة. الأثر الثاني من آثار الخلافات الزوجية وهو العنف الأسري. انتظرونا غدا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.